كل عام وانتم بخير. اصدقائي حبايبي، اهلا وسهلا بيكم. طبعا انتوا شايفين النادي الاهلي في الفتره الاخيره عامل ازاي. شايفين النادي الاهلي بالرغم من عنده مباريات مؤجله، ولكن هو النهارده في المركز الاول بفارق نقاط كتير عن منافسه التقليدي اللي هو نادي الزمالك، اللي بيمر بمرحله عدم استقرار، وذلك لاسباب كتير جدا: عدم استقرار اداري، عدم استقرار مجلس الاداره، عدم استقرار اللعيبه. اعتقد النادي فيه مشاكل كتير جدا، عكس النادي الاهلي بتوفير الاستقرار للجهاز الفني للفريق. اداره بتتعامل بهدوء بشكل راقي. فانا عايز اقول ان فوز النادي الاهلي ووصوله لدور الثمانية لمقابله الرجاء البيضاوي، طبعا القرعه وقعته مع الرجاء البيضاوي، طبعا الاهلي ان شاء الله يتجاوز هذا الفريق. لا، هو فريق قوي جدا. يمكن يكون الفريق الوحيد اللي جايب 16 نقطة في دوري المجموعات. ولكن ان شاء الله الاهلي يعني كبير اللعبة، استاذ اللعبة، بيعرف ازاي يخرج من الامور دي وبيعرف ازاي يتغلب في الامور دي. ولكن تعالوا على الدوري. النهارده النادي الاهلي مع الغزل المحله لعب مباراه كويسه جدا، اللعيبه بتأدي بشكل كويس جدا جدا. باقل مجهود فازوا على غزل المحله وخدوا الثلاث نقاط، والنتيجه كانت 2-0. طبعا حسين الشحات بيأدي بشكل كويس جدا. كهربا بيتحرك في اي مكان. آه، خالد عبد الفتاح لما نزل بقاله فتره ما بيلعبش، لا خالد عبد الفتاح النهارده بيأدي بشكل كويس جدا. طبعا كل الفرقه بلا استثناء مع نشوه الفوز، من فوز لفوز بيعلي مستوى اللعيبه وبيدي الثقة للعيبة، واللعيبة بتبقى نازلة مش خايفة، وبتبقى عارفة اللي عليها وعارفة انها محتاجة الفوز ومحتاجة الثلاث نقاط، ولذلك هي بتكافح، ولذلك هي بتركز كويس جدا. وكولر مركز كويس جدا. وطبعا الشناوي لما رايح النهارده ولطفي نزل ادى بشكل كويس جدا وعنده ثقة في نفسه كأنه بيلعب كل يوم. فانا عايز اقول ان النادي الاهلي في استقرار تام. وانا عايز اقول ان البطولة ال11 في بطولة أبطال الدوري في أفريقيا أنا حاسس إنها قريبة من النادي الأهلي قوي، أو بتنادي النادي الأهلي. والدوري مش هنقول إن هو يحس شبه محسوم، لأن طبعا لسه على الورق مش محسوم، ولكن بإذن الله برضو الدوري النادي الأهلي يوم الاثنين الجاي بإذن الله نتجاوز بيراميدز في كأس مصر، في نهائي كأس مصر، وناخد بطولة الكأس الرقم 38 بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.